أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من عيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. والأغنية حزينة اللي هي كوبري الأمل مكسور، احنا نزلناها من فترة يوم تقريبا، ويعني مش لاقي ان نسبة المشاهدات كويسة يعني، فياريت نهتم شوية بنسبة المشاهدات يا أعزائي المتابعين. أنا نفسي يعني ألاقي مرة فيديو يدخل الخانة دي، نفسي ألاقي فيديو يدخل المحتوى الرائع مرة، نفسي. فياريت يا أعزائي المتابعين يعني تحاولوا تقدروا مجهوداتنا يعني توصلونا للمرحلة الجميلة دي. الفيديو النهاردة عن أغنية حزينة من سلسلة الأغاني الحزينة اللي أنا قررت إن أنا أطلقها، واللي هي عددها المفروض 5 أو 6 7 أغاني حزينة. أغنية حزينة دي بعنوان ما كانش هينفع، كلمات يوسف القناص. طبعا يا أعزائي المتابعين، الأغنية الحزينة دي بتتكلم عن الألم، اللي هو ألم الفراق، بس بشكل مختلف أكتر وأكتر. ليه؟ لأن الأغنية الحزينة دي يعني بتتكلم عن ألم الفراق من الحب. اما انت تبقى بتحب واحدة وفجأة اللي انت بتحبها دي تتخلى عنك وتسيبك، ساعتها موقفك هيبقى ايه؟ اكيد يعني هتبقى حزين ومتألم. فهو ده اللي بتحكيه الأغنية حزينة يعني. ف يا أعزائي المتابعين يعني الأغنية حزينة دي بجد يعني حاجة جامدة جدا جدا يا أعزائي المتابعين، حاجة يعني تفوق الجمال وتفوق الحلاوة بجد. أغنية حزينة رهيبة جدا. طبعا يا أعزائي المتابعين يعني أي أغنية حزينة بتتكلم عن فراق، عن واحد حب واحدة وسابها، فأنا برضو بعمل حاجة زي كده. بس أنا مش عارف يعني، ادوني رأيكم يا جماعة، هل الأغنية حزينة جميلة ولا كلمات قليلة؟ الكلمات نفسها مش متوازنة في الألحان، ولا انتوا شايفين ايه؟ قولولي كده انتوا في كومنتات، قولولي انتوا شايفين أغنية حزينة عاملة ازاي معاكم؟ حاسين انها مظبوطة 100%، ولا مش احسن حاجة قوي، ولا ايه يا أعزائي المتابعين؟ وقبل ما انسى يا أعزائي المتابعين ان احنا لدينا هدف نبيل جدا يا أعزائي المتابعين، وهو دخول مجال التمثيل. فيا أعزائي المتابعين ياريت تقدروا مجهوداتنا واجتهادنا من أجل الوصول إلى هذا الهدف العظيم. الهدف ده احنا لحد دلوقتي ما وصلناش ليه، رغم مرور السنة كاملة على إنشاء القناة، ولسه ما وصلناش للهدف اللي احنا عايزينه. بس احنا لسه بنحاول ولسه بنعافر وبنجتهد علشان في يوم نوصل للهدف ده. فيا أعزائي المتابعين ياريت تقدروا مجهوداتنا، وإن احنا حتى نشتغل تحت ظروف وضغط رهيب جدا. فاحنا حتى الآن في فترة الامتحانات، فامتحانات الكلية زائد شغل القناة، فاحنا في ضغطة رهيبة جدا. فريد تقدروا مجهوداتنا ومتاعبنا، وما تنسوش تحط لايك وكومنت، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان القناة توصل 1,000,000 مشترك. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.